بس انا دلوقتي اعجز انسان على وجه الارض. في ظل الظروف الصعبة اللي كنا بنعدي بيها في قضية شيكا الله يرحمه، خبر يعني يحرك القلوب. كان في طالعة بتعيط من أيام بالظبط، انتشر فيديوهاتها على كل المنصات. بس انا دلوقتي اعجز انسان على وجه الارض، ولاده قدامه علاجهم موجود ومش قادر عليهم. انا مش بس بطلب من الناس في مصر تتبرع، انا بطلب من اي حد بيشوف الفيديوهات دي يتبرع لعلي. انا عايزه ابني ياخد الحقنه ويبقى كويس. علي حالته الصحيه ممتازه جدا للحقنه، كل شروط الحقنه طنطا. عندها ابن اسمه علي عنده مشكلة في النخاع الشوكي ومحتاج حقنة ثمنها 100 مليون جنيه مصري أو 2 مليون دولار. بجد أنا فخور إن إحنا عندنا الشعب ده، يعني رغم إن عندنا ناس قلة قليلة جدا مؤذية وممكن يعملوا حاجات احنا نتأثر بيها زي ما تأثرنا كلنا الفترة اللي فاتت، عندنا عدد أكبر بكتير يقدر يغير شكل حياة بني آدم. بجد أنا مبسوط جدا إن علي هيرجع لحياته الطبيعية. حاجة تشرف بصراحة إن احنا في 3 أيام قدرنا إن احنا نلم الفلوس دي. وشكرا لكل واحد شير، كل واحد اتبرع. بجد مصر هتفضل فيها الخير وبلد الخير طول العمر. سلام.